يا الربع اللي بيجيه جناح هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية يمر على هالمكان، صراحة جميل بمعنى الكلمة، المعرض الزراعي هذا. والله يعني في أماكن فيه أشياء حلوة، لكن لازم أنتم شوية يكون عندكم حب الاستكشاف. بنروح داخل بنصور لكم. طبعا أول ما تدخلون لازم تسألون عيالكم شو هاي يسمونها، وهاي الأول شو يسمونها، وهاي شو يسمونها. أنا حطيت عليها جائزة هاي، جاوبوا ما شاء الله. فلازم تعلم العيال من الشيخ زايد الله يرحمه. زمان أول اللي ما له ماضي ما له حاضر، فأنصحكم بهالأشياء. هني تعلمون العيال كذلك الأشياء هذه كلها، شو اللي مسمى هذا، شو القصد من هذا، شو القصد من هذا. كذلك هني نفس الشيء، وهني تعلمون عيالكم نفس الشيء. هذيلا شو كانوا يسمونه الأول، شو استخداماته. طبعا يا اخواني هني الحاضر اللي هو لا هني الحاضر، هني كنا في الماضي، وهني يا اخواني اللي هو الحاضر. هني تراثنا وهني الحاضر. هذا الحاضر اللي احنا نعيشه الحين حاليا. هذه الاشجار المحليه، هذا السدر، هذا الاراك اللي احنا نسميه شجره السواك. زين يا اخواني، هاي الغاف اللي نطلع منها عسل الغاف، هذه السدر كذلك. هذه يا اخواني هذه اعتقد انها السمر، هاي السمر، شجرة السمر، نعم شبيهة السمر. ترى اخواني بعضهم ما اعرف اساميهم. هناك المرخ، هني الرمث. هذا السلم شوف يا اخواني، السلم والسمر يتشابهن سبحان الله. هذا السمر والسلم والطلح سبحان الله يتشابهن. هذا يا اخواني شوف كيف، هاي الارطة، شوف الارطة كيف. بعدين يجينا هني مكان العسل ما شاء الله. هذه المعدات اللي يستخدمها النحال، جهاز تجميع سم النحل. شوفوا يا اخواني هني غذاء الملكات، هذه اللي يستعملونها في قشط سم النحل. هذا اللي هو نسميه احنا البروبلس، هذا اللي هو حبوب اللقاح. وهني نفس الشيء حبوب اللقاح. كان ناقصنهم خبز النحل بس ما لقوه. هاي الصناديق المستخدمة، هاي صناديق حديثة، هاي الصناديق اللي نحن نستخدمها. طبعا هذا اخواني عسل النحال الاماراتي. النحال احد المساهمين مع الهيئة في الامور هاي. عسل الغاف، عسل السمر، عسل القرن، عسل الربيعي، عسل السدر، عسل الطلح. هذه المعدات كذلك تستخدم في تربية الملكات. هاي هذه كل الاشياء تحتاج انك انت تكون عندك عشان تقدر تربي. طبعا هني السينما ما شاء الله تبارك الله. هاي بعد معدات النحال اللي هي المنضج، فراز العسل، كشت، غذاء بديل اللي هي المنشطات حق النحل نسميها الاكتوابون وكل مثل هذه الامور. غذاية، دواء الفاروة اللي هي الامراض اللي تنتشر، العتلة او العتلة، خلايا النواة. هاي كشط، هاي وهاي نفس الطريقة تأدي. مدخنة، اللاقط البراويز. هذه الأشياء تستخدم لتربية النحل. فالنحال يحتاج هاي الغذاية يا إخواني. في موسم يكون النحل بالشغال تقدر تغذيه. هذه الخلية المتطورة. وهني بالهيئة المحلات الخضراء يا إخواني. هاي طازجة، هذه كلها طازجة من المحلات. هذا عند التين، اللي بالتين طازج، تشوفونه لا يفوتكم. وهاي شير التين،
يستحق. نحل رقم 8 يستحق يا اخوان، يستحق. تمام يا اخواني. ما شاء الله. هذا علي. هذا نفس الشيء، هذا التين نفس الشيء، هذا عنده تين بعد يا اخواني. هذا تين وهذا تين. يستحق. شوف ما شاء الله، هذا الحبات الجامبو، هاي يقول لك الحبات الجامبو الكبيره هاي، ما شاء الله تبارك الله. الهمبه. وهني طبعا يا اخواني العسل لا يفوتكم. هذا الشمع سدر طبيعي منظف، وهذا نفس الشيء سدر خالص مش خالط، وهذا سدر العين لا يفوتكم. يستحق يستحق. تاخذ عسل وتربح سيارة، شو تبى بعد؟